طيب عشان ما نظلمش الناس اللي كانت شيطن الهرمونات، هم القصة دي مش جاية يعني من فراغ. القصة دي جاية من دراسة اسمها WHI Women Health Initiative، طلعت في 2003. والدراسة دي يعني أنا بسميها أكبر مقلب في تاريخ الستات. بس تعالوا نشوف القصة إيه. الدراسة دي اتعملت على سيدات كتير جدا، ادوهم هرمونات تعويضية استروجين وبروجسترون عشان يشوفوا تأثير ان احنا لما نرجع الهرمونات للنقص. الدراسة اصلا ما كملتش. ليه بقى؟ لقوا نسبة الجلطات وتصلب الشرايين، سرطان الثدي زادت، فبطلوها اصلا. اتاخد الليبل اللي هو اسمه بلاك بوكس على الهرمونات التعويضيه، وده اسوأ حاجه ممكن يتوصف فيها مركب في الدنيا، يعني سواد السواد. فاي حد بيشيطن الهرمونات، وانت عندك حق، انت معلوماتك في 2003. طيب تعالوا نفند الدراسه دي، لانه بعد ما عدى اكتر من 20 سنه، 22 سنه بالظبط عليها، تم تفنيدها تماما، واكتشفنا فعلا ان احنا خدنا اكبر مقلب في التاريخ. قلنا على حاجه غلط فعلا انها غلط، بس خدت في وشها الحاجه الصح. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نشوف الدراسه دي اتعملت عليه. الدراسه دي اتعملت على ستات متوسط عمرهم 63 سنه، يعني بعد متوسط انقطاع بيريود من 10 ل 15 سنه. العلم علمنا انه العلاج بالهرمونات التعويضيه احسن ما يكون اول 10 سنين بعد انقطاع الطمث. تمام. تاني حاجه، وده البوب الكبير، الدراسه دي استخدمت هرمونات صناعيه، والحقيقه هي في فرق كبير بينها في التركيب الكيميائي مع الهرمونات الطبيعيه، وبالتالي ما اقدرش النتائج اللي طلعت عليها تنسحب على الهرمونات المتطابقه حيويا. فرق السما من العمى. فعلا ده بيعمل كده، لكن ده ما بيعملش كده، لان ده غير ده، مش شبه بعض خالص في التركيب الكيميائي. الصناعي تركيبه غير الطبيعي المتطابق حيويا. ثالث حاجه، هم جمعوا البيانات بتاعت كل الستات، انما لما رجعوا تاني فصصوها لقوا ان الستات اللي خدوا اول 10 سنين ما حصلهمش حاجه. المشاكل كلها كانت في الستات اللي خدت بعد 10 سنين. المهم ان عدى الوقت وفهمنا الفرق، وطلعت الهرمونات المتطابقه حيويا، وخلاص بقى في عندنا 1000 بيبر تانية تنفي الكلام ده. بس احنا لسه عطلانين في الحته دي، عشان كده بقول لكم ده مقلب. لغايه في 2022 اكبر جمعيه مختصه بالمينوبوز اسمها نورث امريكان مينوبوزال سوسايتي، دي اكتر حاجه مرموقه، نزلت بيان الغت الاعتراف تماما بالWHI او Women Health Initiative، او الدراسه المقلبيه الخداع اللي احنا شربناه، اللي بسببها حتى الدكاتره لغايه دلوقتي مشيطنين الهرمونات. انت كان عندك حق يا دكتور، حضرتك كان عندك حق يا ايها المريض او المريضه المطلعه، ولكن ده كان على حاجه غلط، مش اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. قديم، الدراسات فندته، واحنا دلوقتي عندنا جايد لاينز جديده تماما. كل شيء عن الهرمونات، وما تشتروش شيطانه الهرمونات ارجوكم.